يا صباح السعادة، يلا بينا نحضر بقى معانا سندوتشات السوري اللي بنشتريها بمبالغ. اول حاجة كده انا عملت الدونة الكباب فيها، بس عملتها بطريقتين. صراحة الطريقة التانية هي اللي عجبتني. دي اللحمة المفرومة بتاعتنا محشية كده جوه، حاجة خرافة. هنعملها بقى بطريقة الدونة الكباب. عندي بصلاية، وعندي نص كيلو لحمة مفرومة، وزبدية هنزل عليهم بزبادي. انا حطيت زبدية واحدة بس. ها، وبعد كده بقى احط عندي البهارات: ملح، فلفل اسمر، بابريكا، والسبع بهارات. بس كده. هبتدي بقى اقلب كل ده كده. مش هينفع معانا بقى بالمعلقه، فهبتدي ان انا هستعمل ايدي بقى على طول. هقلب بقى فيها لغايه ما احس اللي هي كل حاجه كده اتدخلت في بعضها، واللحمه تماسكت وعملت خيوط. بتاخد وقت معايا شويه في التقليب، ولكن بتدينا نتيجه حلوه في الاخر. انا عملتها بقى بطريقتين، لان الطريقه بتاعت الورق الزبده صراحه ما نفعتش معايا. مش عارفه بقى المشكله كان في الورق، يعني مش نوع احسن حاجه، ولا انا اللي معرفتش اعملها قوي. انا جبت الورق كده وجبت حته، يعني دي اول واحده نفعت معايا، بس الورق كان معايا بيبوش بطريقه فظيعه. مش عارفه ليه صراحه. فبعد كده بقى مليت شويه من التجربه، فحطيتها بقى في الصينيه وفردتها بايدي. هنشوف دلوقتي في الفيديو بتاعنا. بس انا كده بفرد بقى بحاول ان انا افردها بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده. في بقى اماكن اللي هي متفرغه دي، فهزود لها بردك لحمه عشان ان هي تتظبط معايا. وانا بلف الورق وكده تبقى واخده الشكل اللي هو المستطيل بتاعنا ده. هظبطها كده بقى بقى لحمه، واحاول برضك ان انا افردها تاني كده فرده بسيطه. احط الورق بتاعنا، وعايزه اقول لكم ان الورق بايش مني. ليه بقى؟ انا مش عارفه بصراحه. هلفها بقى، وهكون محضره عندي الفرن مولعاه على درجه حراره 200. بس هلفها كده وهحطها بقى. نجيب الصينيه بتاعتي. انا فردت اللحمه بقى لما لقيت التجربه مش ناجحه معايا يعني بصراحه. دخلتها الفرن وطلعتها بالشكل الحلو ده. هشيل بقى اللي في الورق بتاع الزبده بتاعنا، وهعمل اللحمه المفرومه بتاعتنا اللي انا فردتها في الصينيه ودخلتها الفرن على طول. ما خدتش معايا صراحه 10 دقايق. ما فيش اختلاف ما بين اللي ملفوفة في الورق وما بين اللي انا فردتها في الصينية. بس هحاول بقى ان انا اقلبهم ببعض كده، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل السندوتشات بتاعتنا ازاي. بل بالعكس، اللي كانت في الصينية خدت لون منها فيها كده، وكانت صراحة حلوة قوي عن اللي كانت في الورق. عندي هنا بقى عيش سوري. هفرد بقى اللحمة بتاعتنا. بعد كده بقى احط خضرة بقى، ده اختياري بقى منك انتي. وهحط بصل عاملة عليه خل وملح، وكمان آه اللهم صل على النبي، ثم والخضرة بقى، ونلف كده وزي بتاعة المطاعم بصراحة تحفة جدا. بعمل بقى اللفة كده سهلة كده وبسيطة. بفرد العيش بتاعنا، بحط اللحمة في النص. بعد كده بقى بحط الخضرة، البصل. تقدري بقى تحطي كمان مخلل خيار. تقفلي بقى من جنوب كده، وبعد كده تلفي السندوتش بتاعك.
في طاسة بقى على النار، نقطة زيت، بعد كده بتحمري السندوتشات بتاعتك بالشكل الحلو ده.